بسكوت النشادر لازم نعمله يا جماعة في البيت، بس إيه حدوتة. عندي 200 جرام من الزبدة تكون فكة كده شوية مش مجمدة، بعد كده نحط عليها كوباية سكر بودر ونبدأ نضربه بمضرب عادي كده بس في الأول لحد ما الاتنين يكونوا واحد عشان ما نتبهدلش. اكسر بيضة وكمل ضربه، اكسر التانية وكمل ضربه. أول ما كله كده يكون واحد تبدأ تستعمل مضرب الكهرباء بقى، بعد كده اضرب ضربة حلوة لحد ما الزبدة تدوب خالص. في بولة نحط معلقة نشادر ومعلقة بيكنج باودر كبار ورشة فانيليا، والفانيليا دي بس عشان البيض. بعد كده ندوبهم بشوية لبن صغيرين ونبدأ ندوب كده ونحط معاهم بشر برتقال، ونحط بقى البرنس ده كله على الزبدة اللي دايبة مع السكر. يا لهوي يا دي يا حدوته. اضرب بقى ضربة حلوة كده وابدأ احط 3 كوبايات من الدقيق. انا حطيت اول 2 وخليت واحدة على جنب، بعد كده قلبت شوية وحطيت التالتة عشان انا اتحكم في الدقيق مش الدقيق اللي اتحكم فيا، عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. قلبت تقليبة حلوة طلعتها بقى على الخشب عشان اعرف اتعامل معاه، والفترة دي بقى طبعا محتاجة صحة. خدت العجينة بقى وطلعت على المكنة دي يا جماعة انا واخدها من امي، حطيت فيها العجينة بقى واخترت الشكل اللي انا اطلع بيه شكل البسكوت، وبدأت جبت الصواني اللي عندي كلها لان الثلاث كوبايات دي هيعملوا معايا كمية كبيرة. بصوا يا جماعة عاملين معانا قد ايه، اللهم صل على النبي، حاجة اخر دلع. والمكنة طلعت عجين مش قماش. اطلع بقى على الفرن يكون درجة حرارته 180، دخله 15 دقيقة وعيننا عليه، واعمل سيف بقى للحلقة دي لان شكل البسكوت يفتح النفس. سلام.